لا حد يفهمني. في ليد سمارت كنا عايزين رمضان السنة دي يكون مختلف، فقررنا ننزل نسأل العملاء أسئلة عشوائية عن العقارات، نهزر ونضحك ونكسبهم. ليد سمارت بتكسب دهب برعاية أو جولد، أول وأقوى تطبيق تقدر من خلاله تشتري وتبيع الدهب والفضة وكمان تستلمهم على أرض الواقع بشكل فعلي في الإمارات. هاي يا عمرو، عامل إيه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. بص أسألك سؤال، لو جاوبته صح أسألك سؤال بونص. ماشي مستعد؟ اتفقنا. يلا بينا. مين عنده أكبر مشروع قائم من حيث عدد السكان الفعليين؟ طلعت مصطفى. صح. ايوه بالك بتقولها. لا انا قلت مثلا في حاجه انا عارفها، ما انتوا جبتوا مصر الجديده فدي حاجه ممكن تكون بعيده يعني. هسألك بقى سؤال بونص ريليتد بليد سمارت. ماشي قول لي 3 فيتشرز على ليد سمارت. ماشي. اول واحد الكولز بتاعت اللي انا اتصل بكلاينت من بره مصر. تاني حاجه سي ار ام لايت. تحفه. ماشي. تالت حاجه تقدر تحط نوتس على الكامبين، على الفيدباك، يعني على الليد بتاعك، والاي اي هو اللي ساعتها يتحكم في الكامبين. في الكامبين. تحفه. دلوقتي ليك هديتين دقيقتين. عشان انت عرفت الاجابه. دي هديه سبونسر باي او جولد وليد سمارت. ايه ده؟ من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. عندنا اسم شركتين عندهم خبره انشائيه قبل التطوير العقاري في سنين طويله. ماشي. حسن علام والريدي. تاخد ال 200 جنيه ولا اللي في البوكس؟ اللي في البوكس. مين عنده اكبر مشروع قائم من حيث عدد السكان الفعليين؟ 3 بالظبط. حاول تعمل حاجة صح. تاخدي بوكس ولا تاخدي 400؟ هاخد البوكس. تحفه. شركة تطوير عقاري في مصر عمرها أكتر من 100 سنة، شركة مدينة مصر. لا. على الكثفه اللي انت فيها يا حازم. مين اكبر مطور مش مصري استثمر في مصر؟ في كذا حد، ماجد الفوتيم وعدنان سفاريني اللي عامل سعاده. يا نهار اسود، احنا بعاد قوي يا لطيف. وحده تتباع مرتين من غير ما تسكن ازاي؟ وحده تتباع مرتين، ابيعها مرتين من غير ما تسكن. انفستمنت، ريسيل، اعملها ريسيل. 400 جنيه ولا تنزل في الشنطه؟ خد الشنطه. ايه ده؟ ايه ده؟ الله تحفه. مين المطور الرئيسي لمشروع مدينه راس الحكمه؟ ايه ده؟ مدن ايوه. ماشي. تاخدي 400 جنيه ولا في الشنطه؟ ايوه والله لذيذه موت.